بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يسون العسلمان وان ذي قلت نوان وصلح خير. نحزن لكل أذى يحصل في أي جزء من أجزائها ومن ربوعها. نعم، في أي جزء من جسمها. لأن هذا البلد العزيز قدم رجاله ونساؤه الكثير من التضحيات الغالي والنفيس من أجل تحريره من المحتل الغاشم من فرنسا المحتلة. هؤلاء الشهداء الذين ماتوا في سبيل الوطن، كل الوطن، فالوطن أمانة لابد أن نحفظه ولابد أن نعمل جميعا من أجل التمكين له، من أجل عزته، من أجل أن يرفع رأسه بين الأمم. نقدم بعض الرسائل لإخواننا. الرسالة الأولى هي لا بد أن يعمل الجميع لحقن الدماء، فالدماء عزيزة والدماء غالية. نعم. ولا بد أن يعمل الجميع من أجل تأمين المواطنين، تأمين الأهالي، تأمين الممتلكات من سكنات ومحلات تجارية. نعم. الرسالة الأخرى لا بد أن يتجنب الجميع صور التصعيد، صور التصعيد نعم. المختلفة بالقول أو بالعمل وباستخدام الفيسبوك. هذا الفيسبوك الذي يستخدم في كثير من الأحوال للتصعيد وإثارة الفتنة وإثارة المشكلات والأزمات، وكذلك لنقل الإشاعات. نعم. لأن الإشاعة لها دور مؤثر ومدمر خاصة في هذه الظروف. الرسالة الأخرى لابد أن يعمل الجميع على تحقيق التهدئة، فالتهدئة لازمة ولابد أن يرعاها الجميع أطراف النزاع وكذلك السلطة. نعم. القائمة. لابد أن يحرص الجميع على تحقيق أسباب رعاية التهدئة تمهيدا وفتحا لمجال النظر في الملفات، ملفات الخلاف، تمهيدا لإيجاد الحلول. نعم. الحلول الجذرية لجميع المشكلات من خلال النظر في جذور الأزمة. فلا نريد مسكنات مهدئات، ولكن نريد حلولا جذرية فاعلة للأزمة. نعم. ولا يتحقق ذلك إلا بجملة أمور. الأمر الأول لا بد من تثبيت النية لوجه الله تعالى، فما كان لله دام واتصل. إنما الأعمال بالنيات كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن لا بد من سلامة القصد، ولا شك أننا نؤمن ونتيقن من سلامة القصد عند جميع الأطراف. الأمر الثاني لا بد من تحكيم شرع الله عز وجل، مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأمر الآخر لا بد من تطبيق قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومن خلال ذلك كله يتحقق التعايش. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا. أمين. وأن يحفظ أمتنا من كل سوء.